بتبدأ دايما بنفس الطريقة، مش كده؟ ليلة شكلها عادي زي أي ليلة، حاسس بتعب بس لسه مش مستعد تنام، محبوس في نفس الدايرة دي اللي ملهاش نهاية، فيديو بعد فيديو، ضحكة ورا التانية، وساعات بتطير زي الرملة في الهواء، وفجأة كأن الدنيا بتقف. بقينا نص الليل وتحس إن الجو بقى تقيل. طب وبعدين؟ تقيل لدرجة إنه يمسلك في حاجة لازم تفكر فيها، وتيجي الفكرة تزحف بهدوء كأنها خايفة تفوق باقي دماغك. نص الليل عنده سحر كده، بيصحي جوانا حاجات مش بنتكلم عنها طول النهار. الأفكار تبتدي تعلي في دماغك، تخطط لحاجات كنت فاكرها مستحيلة، وساعتها بتلاقي نفسك بتقول اللي جاي هيبقى يوم مختلف، كل حاجة هتتغير، تصدق إنك ممكن تبقى النسخة الأحسن منك. The challenge of growth, mentally, emotionally, and spiritually, comes when you get knocked down. At the end of your feelings is nothing, but at the end of every principle is a promise. Behind your little feelings, it might not be absolutely nothing at the end of your little feelings, but behind every principle is a promise. And some of you in your life, the reason why you're not at your goal right now, because you just all about your feelings. All on your feelings. You don't feel like waking up. So who does? Every day you say no to your dreams, you might be pushing your dreams back a whole 6 months, a whole year. That one single day. لكن النهار بيطلع والنسخة اللي حلمت بيها في الليل تحسها بعيدة عنك قوي. وتسأل نفسك ليه بالنهار الإيمان بنفسي بيبقى صعب بالشكل ده؟ يا دوبك ألحق أنزل ولما أرجع. بالليل الهرمونات اللي بتحكم التوتر تقل، والدوشة اللي كانت شغالة في عقلك تهدى، وفجأة المستحيل يبقى ممكن. لكن مع أول خيط للنور الكورتيزول يعلى، وعقلك يدخل مود السرفايفل، يحسب كل خطوة، يفلتر كل حلم، ويقدمه لك من خلال عدسة الواقع. دي طبيعتنا، متبرمجين كده. لكن يمكن الموضوع مش إنك تنفذ كل وعودك، يمكن بإنك تلتزم بوعد واحد بس، خطوة واحدة صغيرة. التغيير الكبير ما بيحصلش فجأة، بيبدأ هنا، لحظة هدوء، بخطوة بسيطة، إنك بس تحاول. ولما الليل يبقى يرجع تاني الحلم أكيد هيظهر معاك. لكن السحر الحقيقي مش في الحلم نفسه، السحر في اللي هتقدر تشيله معاك للنور وتبدأ بيه.